ناس كتيرة بتسأل عن حجم الفونت سايز لما اجي احضر السلايدز واعمل البرزنتيشن. حجم الفونت يبقى قد ايه؟ السلايد او الشريحة عندي بتبقى منقسمة لجزئين. جزء اللي هو الهيدنج او العنوان، والتكست اللي هو الكلام اللي انا بكتبه جوه البرزنتيشن. بالنسبة للهيدنج الفونت سايز ما يقلش عن 32، ممكن يبقى اكتر من كده. وبالنسبة للتكست ما يقلش عن 20، وبرضه ممكن يبقى اكتر من كده. ده بيعتبر كجايد لاين او حاجة استرشادية اقدر ان انا امشي عليها. طيب بالنسبة للفونت تايب او نوع الفونت، بلاش نستخدم الفونت تايبس اللي ممكن تبقى مش واضحة اثناء الكتابة. في ناس ساعات بتحب تستخدم فونتات بيبقى فيها بقى يعني كلام كده مكتوب بطريقة يعني في شكل لا، الحاجات دي ممكن تبقى مش واضحة للعين او للاودينس، فبلاش الحاجات دي. الحاجات دي اتفاداها. وممكن استخدم فونت تايبس زي مثلا الفردانا، التاهوما، الكاليبري، الاريال. كل دي فونتات نقدر ان احنا نستخدمها وبتبقى واضحة جدا في الكتاب. يبقى كده اخدنا الفونت سايز، واخدنا كمان امثلة لبعض الفونت تايبس. سهلة.